نبلش من الاول لانه الحكي باختصار ما بيفيد ولا رح تفهموا منه شيء. الشيء اللي صار بالقصر مؤخرا، هو مو مؤخرا كمان، هذا الشيء صار له 15 يوم انا عم عيشه جوا القصر في عالم تحدث، او بصفة عامة انه كل المشتركين تحدوا بسبب شخص عبى راسهم كلهم. وانا كنت لحالي، صار لي 15 يوم لحالي، اقعد لحالي واتمشى لحالي. فبيجتمعوا مشان شو؟ مشان يطلعوا سلمى من البرنامج. مين من اقرب اشخاص الي. شو بيساووا؟ يروحوا يعبوا راس ايفان وآية اكسترا. المهم يعني كلهم دون استثناء كانوا بيسووا اعداد ويقعدوا مع بعض ويخططوا انه تكون اخرتي على اساس على ايدهم، فهمتوا؟ فانا كنت ما بعرف شيء صراحه. حسيت انه في شيء، بروح لعند شخص قريب الي بحكي لها انه انتوا في شيء، يعني ما بعرف، لانه كل ما بروح بقعد معاهم كلهم بيقوموا، انا كلهم كينوضوا. مشيت حكيت مع الشخص اللي قرب لي على اساس ما كيخبي عليا والو، ما كنخبي عليه والو. قلت واش كاينه شي حاجه، واش انا دايره شي حاجه ولا ما فهمتش. كان الجواب لا، ما جبناش سيرتك، نو ما كاين والو. هما كيخططوا باش يخرجوني من البرنامج على اساس يشوهوني حدا الكاميرا بلا انا بنت ماشي مزيانه وكنهضر في الدار المهم انا الصراحه ما كنتش باغا نهضر في هذا الشيء ابدا، حيت انا ماشي من النوع اللي كيدير الفتنه ولا كيدخل ويخرج في الهضره. بصح من حد انا هذا الشيء خرج وهضرته، طلعت وحكيته، انا كمان بدي احكي ودافع عن حالي، شيء طبيعي. ف صراحه انا تمنيت لو تتفرجوا الحلقات